أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في تكملة الجزء الأخير من موضوعنا إن شاء الله التغيير نحو الأفضل، اللي هي الآن إن شاء الله حنتحدث عن موضوع أدوات نحتاج إحنا نمتلكها، زي ما ذكرت آليات للتعامل ولمواجهة التغييرات الحياة اللي هي التغييرات المستمرة، واللي هي يعني تعتبر واحدة يعني من حتمية الحياة أن يكون في تغيير. نبدأ واحدة واحدة اللي هي بالنسبة لأدوات، بالنسبة لآليات. نبدأ أولا بآلية هامة جدا اللي هي الإيمان الثابت والثقة بالله سبحانه وتعالى. دائما كما يقول يعني كثير من مشايخنا ومن الدعاة يذكروا في برامجهم وفي حلقاتهم كيف ننقل مشاكلنا من الأرض إلى السماء، كيف نرتقي أنه لما تحدث عندي تغيير، لما يحدث عندي أزمة، تحدث عندي بعض الأشياء اللي تكون ربما أنا أنظر إليها يعني نظرة قاصرة جدا، وهو اللي هي سبحان الله الإنسان يعني خير الله هو أكبر من ما نظن أن إحنا من الخير اللي إحنا ننظر إليه. فهذه منظور يعني يمكن قاعدة إيمانية، نحن ثقتنا بالله إنه هذا التغيير وهذه الأشياء اللي تحدث في حياتنا دائما تكون هي لخير. فكيف أنا أرتقي، كيف أسعد إنه أنقل هذه المشاكل من الأرض، يعني أنقلها إلى السماء، أنقلها إلى بمعنى أنا أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي هذه القوة الكامنة، القوة التي سبحان الله يعني كل الأدوات قد تتلاشى، وكل الأدوات قد يعني يمكن ما تستمر لمدى أبعد، لكن الإيمان بالله والثبات واليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى دائما هو يكون هو الواقي، هو الدرع الذي يحمينا من كثير من الأشياء. النقطة الثانية اللي هي يعني أذكر يمكن في حتى في القصص، يعني نحن دائما حتى في تربيتنا، في توجيهنا، حتى في عملية الإرشاد والتوجيه يعتبر اللي هي التوجيه بالقصص، التوجيه بالقدوة، الإرشاد بالنموذج، بالقدوة الحسنة، يعتبر واحدة من الأساليب التوجيه والإرشاد. نحن عندنا في قصص الأنبياء، في السلف الصالح، يعني عندنا كثير من المواقف. يعني قصة الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتحدث لأبو بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فيعني كون أنه في هذا الموقف، يعني وانت تلاحظوا يعني أحيانا حتى الشخص الما ملتزم اللي ما عنده درجة عالية من الإيمانيات، لما تحصل عنده فاجعة أو فجأة يحصل تغيير، مثلا يعني هو في المسعد هو الأسانسير وغيره، لو الكهرباء يعني انقطعت أو حصل أي حادث، أول شيء الواحد يقول الله أكبر، يعني تلقائيا تشعر، وهذه الفطرة السليمة يعني. فالإنسان يلجأ يعني مباشرة، وده اللي احنا وجدناه مثلا في قصص، يعني لو رجعنا لقصص السلف الصالح، في قصة سيدنا موسى: إن معي ربي. يعني فكون إنه ما في درجة أعلى من هذه الدرجة اللي هي أنا كون إن ربي معي. فهذا التغيير الذي يحدث، هذه الأشياء يعني حتى وأنا أستوعب، يعني احنا بدأنا بداية من التربية والتغييرات، نحن نذكر إنه دائما حتى في تربيتنا احنا يعني الله معنا ونحن نربي، نتقي الله في تربيتنا لأبنائنا. فتكون هذه هي المنهجية اللي أنا أسير عليها. إذا ما عندي منهجية، إذا ما عندي أنا مرجعية، أنا أربي ابني، أتعامل مع زوجي، أتعامل مع أهلي، أتعامل مع تغييرات وأدواري في الحياة، طيب كيف حأسير في هذا الأمر؟ هذه نقطة هامة جدا. مرجعيتنا ومنهجنا في الحياة هو اللي يجعل نظرتنا للأمور، للتغييرات، تكون نظرة إيجابية أم سلبية. ويمكن أضيف قصة أخرى اللي هي قصة السيدة هاجر، يعني أم سيدنا أم إسماعيل، كيف تقبلت هذا التغيير؟ هل السيدة هاجر هي استسلمت وجلست تبكي؟ لا، هي ردت بما أنه يعني ردت أنه مدام الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم بهذه أنه يتركهم،
في هذه الصحراء، إن هي في ما بين يعني في الصفا والمروة وزمزم وتسعى، وهذا يعني كل السعي دليل على الإيجابية، دليل على التفاؤل. يعني الإنسان الإيجابي يتعامل مع التغييرات وسعت وبذلت مجهود وما استسلمت، كانت ثقتها بالله أنه هي كانت نتيجتها هي منابع زمزم. كيف نرتقي نحن لهذه الدرجة؟ كيف أنا أتعامل مع كل التغييرات، أنه أنا خلاص يعني أتعامل معها، أواجهها، أتكيف معها وأسعى لحل، أسعى يعني أكون ساعية دائما. وهذه يعني دائما ديننا يأمرنا بالسعي، ديننا يأمرنا بأن نحن نعقلها ونتوكل. قصة أخرى اللي هي يعني في الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني سبحان الله، حتى الرضا النفسي الآن الناس دائما الآن كل العلماء والباحثين واللي دائما يعني ينشد الصحة النفسية، هي أعلى مراتب، هي اللي هي أن الإنسان يكون راضي. الشخص الراضي، الشخص المطمئن، الشخص الإيجابي دائما يشعر بالراحة النفسية ويشعر بالرضا. والله سبحان الله في هذه الآية اللي هي يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروب أو قبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، يعني لو لاحظتوا هذه الآية يمكن تتمثل فيها كل التغييرات، يعني في الليل في النهار يعني سبحان الله، يعني مع كل التغيير اللي يحصل أثناء 24 ساعة. نحن لو سبحنا، نحن لو رجعنا لله سبحانه وتعالى حنكون نحن في مرتبة الرضا، وحنكون نحن يعني حنتمتع بالرضا النفسي والسعادة النفسية. هنالك استراتيجيات أخرى نحن نتعامل معها مع هذه التغييرات، اللي هي دائما زي ما يسموها استراتيجية مهارة الساعة والبوصلة. يعني الآن أنا لو أنا عايزة أصل مثلا الاستوديو هنا عندنا، أكيد يعني أكون واضعة كم الوقت اللي حيستغرقه الوقت حتى أصل مقر الاستوديو أتسجل الحلقة، ما هو الاتجاه اللي أنا أسير عليه، ما هي الوسيلة اللي أنا استخدمها. فيبدأ إنه أنا حتى حياتنا هي يعني نشبهها إنه هذا التنقل، هذا التغيير اللي يحصل نشبهه بهذه الأدوات اللي احنا نستخدمها، هي أداة البوصلة. واللي احنا الآن حتى في كل تحركاتنا، في كل سيرنا في الحياة، أحيانا بدون الGPS، بدون يعني ما نتحرك، يعني الموقع واللوكيشن هو اللي يحدد، بمعنى أنا أنتقل من منطقة لمنطقة، من وضع لوضع. هذا التغيير اللي يحصل أنا في نقلتي مربوط بهذه الأدوات. فيبدأ نحن كيف نستوعب هذه الأدوات وكيف نوظفها. هذه النقلة اللي تحصل بالنسبة لي أنا في كل شيء اللي ذكرناه. أنا أتوقع ممكن أنا ما أستمر في الوظيفة، أتوقع أنه ممكن تحصل لي بعد الوعكات، بعد الابتلاءات. كذلك يكون عندي توقعات أن ابني، يعني وهذه مش ليس توقعات، وهذه حتمية، أن ابني حينتقل من مرحلة لمرحلة. كيف أنا أتعامل معها؟ أنا ما أنتظر يعني يمضي الليل ويأتي، يمضي النهار ويأتي الليل وتتوالى الأيام والساعات وأنا أكون جالسة بدون أي أداة، بدون أي وسيلة. لا يعقل أبدا. فيحتاج أن احنا نكون عندنا هذه الوسائل، هذه الآليات نتعامل معها. نقطة آخرى يمكن تذكرني، واحدة من الأخوات تقول أنه، ويمكن ذكرت لي كيف كان التغيير حصل وكيف تداركت هذا التغيير. أن تقول زوجها كان يعمل في مكان وانتقل من منطقة لمنطقة، ففي فترة عمله ما كان عنده يمكن تواصل مع أبنائه بالشكل كبير جدا. فدائما يعني نعتبره يعني كأنه ضيف في البيت، لكن كان له حضور في البيت. يعني تقول أول ما يصل العمل في وقت الاستراحة يتواصل معنا بالاتصال، أحيانا بالفيديو، يعني يناقش أبنائه في يعني ما يحدث خلال نهاية الدوام في المدرسة، كيف كانت حياتك يا ابني، ما هي الواجبات، يعني بيدخل معاهم في تفاصيل، لدرجة إنه الأبناء ما شعروا إن أبوهم غايب عنهم. فنحن الآن نتحدث في مسألة قضية الأدوات والآليات. يعني نحن ما نقول إن إحنا والله فقط نستكين لوظيفة متواضعة ما نحاول نطرق، لا، نطرق الأبواب
ونستطيع أن نقترب ويكون عندنا يعني يمكن حياة أفضل، لكن ما يمنع أن يكون عندنا آلية وأدوات نتعامل مع هذا التغيير اللي هي التواصل. يعني ممكن قصة الأخت اللي كانت تذكر أنه تقول أنه زوجها اللي هو أبو يعني أبنائها ما شعروا أن أبوهم غايب في حياته، أبوهم كان مسجل حضور يعني حياتهم كلها، تفاصيل حياتهم، حتى لدرجة أنه يعني بعد ما يجي في عطلة الأسبوع اللي هي في السبت وأحد خلاص بالنسبة له الأمور كلها واضحة. يعني هو جالس في المنطقة اللي هو عايش فيها، يكونوا مخططين عندهم خطة أنه مثلا نهاية الشهر عندهم خرجة لأي مكان تاني. هذه هي الأدوات اللي نحن نستطيع نمتلكها، يعني كيف نتعامل مع هذه التغييرات اللي تحصل. نقطة أخرى اللي هي الإعداد بالنسبة لأبنائنا، وأنا دائما أناشد في برنامجنا نحن مسؤوليتنا، نحن مسؤولين أمام الله، وهذه أمانة الأبناء يعني، وهذه واحدة من الأمانات التي لا يجب خيانتها. يعني أمانة تربية الأبناء، مسؤولية تحمل مسؤولية الأبناء هي مهمة وأمانة، وتعتبر واحدة من الأمانات الكبيرة جدا. كيف ندرب أبنائنا حتى يتعاملوا مع تغييراتهم في الحياة؟ كيف نعلم أبنائنا يا ابني إذا حدث شيء ما مثلا في المدرسة، إذا حصل تغيير، أحيانا في أطفال أنا أتذكر في المدارس لو حصل تغيير من أستاذ لأستاذ الطفل يكون ينهار نفسيا لأنه يكون تعلق بأستاذ معين، فتغيير الأستاذ في مادة ما ممكن يؤدي إلى فشل الطالب في نفس المادة ويؤثر في تحصيله الدراسي. فيبدأ أنا كيف أدرب ابني أنه ما يكون هذا التعلق، لأنه طالما هي التغيير هو سنة الحياة، لابد أن ابني يعرف أنه ما حيستمر نفس الأستاذ، كيف يكون عنده هذه الحصانة النفسية، كيف يكون عنده المناعة النفسية. نحن دائما ننشد في مجال الإرشاد التربوي كيف نقوي المناعة النفسية لأبناء والمناعة الروحية، كيف نحل أبنائنا أنه يستطيعوا أن يتعاملوا مع كل التغييرات اللي تحدث، إذا كان في محيط الأسرة وفي محيط البيئة المدرسية وحتى في مستوى الجيران والأقارب والمجتمع. هذه واحدة من الأشياء اللي احنا ذكرناها، يعني كثير من الحالات يحصل في المدارس وحتى على مستوى الشباب اللي هو إذا تغير من منطقة أو من دولة لدولة أحيانا يكون صعب يتوافق مع بيئة جديدة، والتوافق هو أساس الصحة النفسية. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة النفسية والاجتماعية، وأن يجعلنا مستقرين وآمنين في بلادنا. وصلنا لنهاية موضوعنا ونهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله نلقاكم في مواضيع أخرى وحلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.